شكون اللي صفاها لزوجة إمام مسجد ودفنوها وسط المسجد تحت من المنبر اللي كيوقف عليه الإمام. القضية كان فيها واحد البحث طويل، كيفاش حصل مول الفعلة وعلاش دار فيها هاد الحالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قضية اليوم اللي غتاخدنا لنواحي سوق الأربعة الغرب، وبالضبط سنة 2015. واحد العائلة اللي مكونة من الأب والأم و8 ديال الولاد، 6 الولاد ذكور وجوج بنات إناث. هاد الأب هذا كان خدام عسكري على قد الحال. المهم هاد العسكري غادي يمرض بواحد المرض وغيتعفى من الخدمة العسكرية، ومن بعد غادي يتوفاه الله. غتبقى المرأة مع وليداتها ب8 بيهم. غيخدم الولد الكبير باش يعاون الأم ديالو على خوتو اللي مازال كانوا صغار. الأم كان عندها السكن، يعني ما كانوا لا كارين لا حتى شي حاجة. غتبقى تعافر مع الوقت حتى غيكبروا الولاد. غيتزوجوا الولاد الذكور تقريبا كاملين، واغلبيتهم غيسكنوا خارج من سوق الأربعة الغرب. غيبقاو معاها غير البنات بزوجات اللي ما جابش ليهم الله النصيب ديالهم في الزواج. البنت الكبيرة تقريبا وصلت 45 سنة وما تزوجاتش، وبقات معاها اختها وحده اخرى اللي تقريبا العمر ديالها شي 34 سنه. كانوا كيعيشوا في الدار اللي خلى ليهم باهم، وديك الخلصه اللي بقات الام ديالهم. الامور حتى هنا كانت غاده بخير وعلى خير. كيف قلت لكم الولاد اغلبيهم كيسكنوا بعاد، ولكن كانوا مره كيطلعوا على امهم وعلى خواتاتهم اللي ما مزوجاتش. الدوار اللي كتسكن فيه هاد العائلة هادي تبنى فيه واحد المسجد جديد، يعني الناس ساهموا والمحسنين وبناو واحد المسجد اللي جديد، وشافوا بانهم خصهم يجيبوا ليه شي امام اللي يكون كفء. امام ما جابتوش وزارة الاوقاف، كيف كنقولوا شارط معاهم. جا واحد الامام اللي فعلا جابوا واحد السيد قال لهم هذا راه كيف مخرج السلكه وحامل لكتاب الله وقارئ امور الدين، غادي يشارط معنا هنايا. الشرط هو ان الناس اللي كتخلصوا ماشي وزاره الاوقاف اللي كتخلصوا. المهم جا هذا الامام لهاد الدوار وبدا الخدمه معاهم في المسجد. هاد الامام كان ممزوجش وكان شويه كبير في العمر، تقريبا عنده ديك 40 سنه ومازال ممزوج. وفاش جا للدوار قالوا ليه الناس انت كبير وممزوج وامام والراجل راه خصو يتزوج. قال لي ما ودي انا ما كنت عمرني ما شارط في شي مسجد، والمراه راه مسؤوليه وداكشي علاش ما تزوجش. قالوا لي ودابا ملي جيتي عندنا هنا للدوار ديالنا وغادي تبقى معنا في هذا المسجد ان شاء الله، حنا غنشوفوا لك شي مراه اللي تكون الله يعمرها دار واللي كنعرفوها وكابره على يدينا ومن بنات الدوار. فعلا شافوا ليه البنت الصغيره ديال هذيك العائله، بنت العسكري اللي مات شحال هادي، اللي كان عندها تقريبا 34 عام. قالوا لي هاد البنت راه بنت يتيمه وكبرت قدام عينينا، الله يعمرها دار، ما غاديش تلقى معاها المشاكل، هادي خودها وتزوج انت وياها. ورا المسجد انت خدام فيه واحد البيت وكوزينه وصالون فين يسكن الامام بطبيعه الحال، وحنايا غنكملوا لك داكشي اللي خاصك. فعلا الامام مشى خطب البنت اللي كان سميتها زهره، وما غنقولش لكم البنت كانت طيره من الفرحه. قالت لعائلتها ولختها سيدي ربي اعطاني جزاء على الصبر ديالي، ما جابش يالله الزواج، ولكن ملي جاني هو جاني واحد الراجل اللي كيعرف بينه وبين الله وامام ديال المسجد وما غنلقاش معاه مشاكل وغادي نعيش معاه مزيان. فعلا داروا كيف كنقولوا واحد الحفله غير صغيره، دارتها لها امها وختها وخوتها وحتى الدوار
ساهموا بداك الشيء اللي عندهم وجابوا ليه العروسة للمسجد، يعني الدار اللي كاينه في المسجد. هاد الامام هذا كان كيخدم مزيان، يعني التوقيت هو التوقيت، ما كاينش شي غلطه اللي كان كيديرها، وحتى دماغه كيف كنقولوا كان عامر، يعني في الخطبه ديال الجمعه او لا في شي حاجه السيد كان عارف اشنو كيدير، وكيف كنقولوا حاضي صوارو. من بعد ما تزوج بزهرة دوز معاها تقريبا مدة ديال شهر، السيد متقي الله، كيخرج في الوقت كيدخل في الوقت، امور تلهنا مزيانه. شويه بشويه هاد الامام ديال المسجد غيبدا يتبدل، وغيبداو يبانو فيه شي حوايج ماشي عاديين نهائيا. هاد الامام هذا فاش كيكون مع مراته يعني في غرفة النوم كيبدا يوريها شي حوايج في التليفون، وكيقول لها خصك ديري ليا بحالهم. السيدة تصدمات، قالت او هذا امام ديال المسجد عارف بينه وبين الله، وعارف بان هاد الشيء اللي كيقول لي راه حرام، ما يمكنش. المهم السيدة دارت داكشي اللي قال لها السيمانه الاولى، وفاش سولاتو قالت لي انا راه ما نقدرش نبقى ندير هاد الشيء، وهاد الشيء راه حرام. قال لها لا، هاد الشيء ماشي حرام، هاد الشيء كديريه مع راجلك. قالت لي ولكن حنا راه كنشوفوه في التليفون عاده كنديرو. قال لها لا ماشي حرام، واش الامام ديال المسجد يمشي يموت ما يعيش الحياه؟ زهرة جاها هاد الشيء غريب وما تحملاتوش مسكينه نهائيا، حيت كان كيطلب منها شي حوايج اللي حرام. فاضت بها وبدات كتعاود لختها اللي بقات مع ما في الدار، قالت لها راه كيطلب مني شي حوايج اللي ماشي هما هادوك وحرام في الدين، وانا راه ما بقيتش قادره، ولا بقيت كندير هاد الشيء راه غنمرض شي مرض خايب. ختها اشنو قالت لها؟ قالت لها ودي اختي انت الله كي تزوجتي ودابا لا مشيتي حتى رجعتي للدار وطلقتي، اشنو غيقولوا الدوار؟ غيقولوا راه بانه الامام لقى فيك شي حاجه ماشي هي هذيك، وداك الشيء علاش صيفطك. صبري وزيدي صبري ربما يتبدل. زهره مسكينه رجعات لمحلها وبقات كتفكر في الهضره ديال ختها اللي لقاتها على صواب، وقالت راه خصني نصبر وغنحاول معاه بشويه بشويه تيحد منه هاد العاده السيئه. ولكن الامام غير ما زاد في هاد الشيء. حملات زهره، ملي حملات زهره ولدات واحد البنيه من ذوي الاحتياجات الخاصه. زهرة واخا هكاك كانت فرحانه بها ومتقبله داكشي اللي عطاه لها الله، ولكن زوجها الامام كان غاضب وقال لها انتي هاد البنت جات من عندك انتي حيت ولدتي حتى كبرتي، اما الراجل كيبقى يولد في اي وقت. زهرة ما تقبلاتش هاد الهضره نهائيا وما حملاتهاش من عند رجلها، ورغم ذلك غير ما زاد كيمارس عليها شي حوايج اللي خايبين، وبقى زايد فيه لدرجة انه طور في هذا الشيء بزاف. ماتت الام ديال زهرة وجاو خوتها باش انهم يبيعوا هذيك الدار اللي كانت فيها الام ديالهم باش كل واحد ياخذ رزقه. المهم زهرة واختها جاتهم تقريبا واحد 3 المليون الوحده، وخوتها جاتهم شي 6 المليون الواحد. خد زهرة ما بقى عندها حد، ما بقى عندها عند من تمشي، ما يمكنش تجي تعيش مع اختها والامام ديال الجامع كيدير ليها هاد الحاله حيت عارفه اشنو كتعاود لها، وعاد ما يمكنش تمشي عند عيالات خوتها اللي هي معمرها، زعما خلات كل واحد يعيش براحته. خدات دوك الفلوس ومشات للمدينه وكرات واحد البيت وخرجات كدير المسمن وهذا الشيء ديال الرغيف في شي محل تما في المدينه. المهم بقات على تواصل مع اختها وبقات كتصبر اختها وكتقول لها اختي غير صبري. زهره ولا عندها الحمل ثقيل، ما حيلتها البنيه اللي ولداتها مريضه، وما حيلتها الرجلها اللي بقى ديما يعني كي ما بغاش يتنازل على داكشي اللي هو كان كيدير معاها.
زهره ملي كيطلع ليها الدم كتبقى تبكي وتغوت عليه وتقول ليه ربي عطانا، يعني من بعد ما درنا داكشي اللي حرام ربي عطانا هاد البنت هادي. قال لها لا، البنت بسببك انتي اللي شرفتي عدا ولدتي، اما انا ما عنديش مشكل نهائيا. زهره ولات عايشه العذاب مع هاد المخلوق هذا. وعاد ملي عرفها جاب ديك 3 المليون الورث ديال والديها، ولا كل نهار كيقول لها غتعطيني دوك الفلوس ولا راه غادي نصيفطك بحالك وغادي ندير لك واحد التهمه ديال الفساد وغنقول للدوار بانني حصلتك كتفسدي عليا. زهره تصدمات، قالت ما يمكنش هذا يكون امام ديال المسجد، وما يمكنش هذا يكون قارئ الدين، وما يمكنش هذا يكون حامل لكتاب الله، حاشا ولا واش يكون. زهرة كانت مصدومة في هذا السيد هذا، واش هذا هو اللي جابوه ليها الناس وشكروه ليها وقالوا لها راه غتعيشي معاه مزيان. المهم زهرة كانت كتقول ليه لا، هاد الفلوس بغيت نخسرهم على بنتي اللي مريضة، وبغيت نداوي بهم بنتي ونخليهم لدوير الزمان. هو كيبقى كيضغط عليها وكيقول لها لا، عطيني هادوك الفلوس ولا راه غادي ندير فيك شي حاجه ما مزياناش. وهاد الشيء كله فاش كيجي الليل في غرفه النوم باقي على المنوال ديالو وما بدل حتى شي حاجه. واخا زهره كانت كتمتنع، ولكن هو كيبقى ياكد عليها وكيقول لها هادشي راه حلال بين الرجل ومراته وماشي مشكل، واش غتعرفي اكثر مني انا اللي قاري هادشي. زهره كانت ديما كتشكل ختها، يوميا كتعيطوا في التليفون وكتشكى ليها. واحد النهار الاخت ديال زهره غادي تعيط ليها في التليفون ولكن ما غاديش تجاوبها نهائيا. تعيط لها في الصباح ما تجاوباش، تعيط لها في العشيه ما غاديش تجاوبها. غدوز تقريبا مده ديال يومين وزهره ما كتجاوبش نهائيا. وصلت حتى 4 ايام ولا 5 ايام زهره ما كتجاوبش، وختها كتعيط على راجلها حتى هو ما كيجاوبش نهائيا. كتطلع ليه النمره ولكن ما كيجاوبش، التليفون ديال ختها طافي نهائيا. المهم خت زهره غادي كيف كنقولوا ياكلها قلبها على ختها وغتجي للدوار باش تسول على ختها. هنايا فاش غادي تمشي للدار اللي كتسكن فيها اختها ديال المسجد غتلاقى مع راجل اختها وغادي يقول لها بان اختك ما عرفتهاش فين زادت، 4 ايام دابا ما عرفتهاش فين زادت، ورا خلات لي البنت وزادت خلفها مع الطريق، ربما ما بقاتش قادره على الخدمه ديال هاد البنت اللي عطانا الله، وبدا كيتمسكن وكيدمع وحالته حاله. ختها قالت لي ما يمكنش زهره اختي تزيد وتخلي بنتها ولو انها من ذوي الاحتياجات الخاصه ولكن عزيزه عليها وكانت متقبلاها وكتقول هذه عطيه ديال الله. قال لها لا، اختك ما عرفت فين زادت. المهم خد زهره هاد الهضره ما دخلتش لها الراس، قالت هاد المصيبه هي شاد اختي في شي بلاصه، هي ساد عليها في شي بلاصه، حيت قالت لي انا كنعيط لك وما كتجاوبش. قال لا، غير ما كنكون مسالي وكنكون خدام في المسجد، ما مساليش نهائيا. هنايا زهره غتمشي نيشان للدرك الملكي باش دير اختفاء على اختها، وغتقول لهم بان راجلها هو اللي عنده علاقه بهذا الشيء. فعلا الدرك الملكي غادي يجيو للدار ديال الامام وغادي يقولوا ليه مراتك فينا هي، راه ختها مبلغه عليها. قال لي ودي انا رفقت الصباح ما لقيتهاش نهائيا، ما عرفتهاش فين زادت، راه خلات لي البنت وما عرفتهاش فين زادت، وقيله ما بقاتش قادره على انها تبقى مع البنت، وهي راه من ديما طاجه وديما باغا تزيد بحالاتها وديما باغا تطلق. هنا الاخت ديال زهره ملي شافتو كيهضر عليها بهذه الطريقه قالت كل شيء يعني للدرك الملكي. قالت لي ما ودي راه كان كيعنفها وكان كيدير معها شي حوايج اللي يعني حرام، وراه كان طلب ليها الفلوس ديال الورث ديالها وهي ما بغاش تعطيهم لي.
المهم الدرك الملكي جابوا اذن باش انهم يدخلوا يفتشوا الدار اللي كانت كتسكن فيها زهره مع رجلها الامام. فعلا دخلوا فتشوا، ما لقاو حتى شي حاجه، لقاو غير البنيه اللي كانت مريضه جالسه يعني كتلعب عادي. وهو بدا كيتمسكن وبدا كيبكي وبدا كيقول لهم مشات وخلات لي البنت وما عرفش كيفاش ندير ليها دابا انا. المهم الدرك الملكي ما لقاو حتى شي حاجه، ولكن خت زهره اكدات لهم بانه هو اللي عنده اليد في الاختفاء ديال اختها. واحد من الدركيين قال لهم علاش ما نجيوش نقلبوا يعني المسجد. فعلا دخلوا يقلبوا المسجد، جابوا اذن ودخلوا يقلبوا المسجد. كيقلبوا ما بانت لهم حتى شي حاجه. ملي كانوا غاديين خارجين انتبهوا بان يعني البلاصه اللي كيوقف فيها الامام تما، تابعوا بان كاينه واحد السيمه اللي باقا جديده. سولوا قالوا ليش هذاك الشيء؟ قال لهم هذاك غير واحد الفويت كان تما وصلحته. قالوا لي صلحتي انت؟ قال لهم صلحته انا، حيت بانت لهم بان هذاك البلاصه مصايبه بالسيمه ولكن معربزه، ما مصايباش شي واحد اختصاصي. هنا دخلهم الشك، كتعرفوا الشك يؤدي الى الحقيقه. قالوا لي لا خاصنا نشوفوا هذا الفويت. وهنا غتكون الصدمه كبيره فاش غادي يحلوا هذيك البلاصه، يعني غيحيدوا هذيك السيمه، غيكتشفوا بان زهره جثه هامده في هذاك المكان دفنه عدو الله دفنها وسط المسجد. ما بقاش لي نهائيا الاعتراف. قال لهم اودي انا اللي درت فيها هاد الحاله، ومن بعد ما يعني تخاصمت انا وياها بالليل قلت لها عطيني دوك الفلوس اللي ورثتي على والديك، يعني بغيتهم ومحتاجهم، باغي ندير بهم واحد المشروع ديال البقر هنايا في البلاصه اللي حنا ساكنين فيها، ومن بعد راه غنردهم لك. وهي ما بغاتش، وتما صفيتها ليها وخليتها في الدار وجيت هزيتها ودفنتها هنايا. زهره مسكينه تعدى عليها في الحياه ديالها وتعدى عليها حتى في الممات ديالها.